نصف نهائي كأس الملك بيقام الأسبوع الجاي. الاتحاد السعودي بدأ يدرس تقديم موعد نصف النهائي، فبدال ما يكون بليلة العيد بيكون الأسبوع الجاي بيوم 20 أو 21 رمضان، بعد ما تأجلت بشكل رسمي مباريات دور ال 16 بآسيا. وأنا بتكلم عن وضع الهلال، أنا مع التقديم. ليش؟ لأن بنزيما وتومبكتي بيكونون وقتها راجعين من الإصابة، ونيفيز حتى لو ما رجع بيكثفون علاجه عشان يجهز لمباراة الأهلي، فمسألة المصابين ما شلت همها الحمد لله. الأمر الثاني، أنا متابع دقيق للأهلي. الأهلي بدنيا يعاني بشكل ما هو طبيعي من بداية الموسم، وزادت عليه المعاناة بالفترة الأخيرة تحديدا، وأضف عليها أنه بيلعب مباراة برتم عالي قدام الاتحاد الجمعة، فراح يدخل ضدك تقريبا ب70% من قوة الفريق الفعلية أو أقل بعد. بالمقابل حنا بنواجه النجمة، وفوق كذا عندنا يوم راحة زيادة عنهم، حنا بنلعب الخميس قدام النجمة وهم الجمعة. الأمر الثالث، فوزنا بيعيد الثقة للفريق ويرجعها للمستوى اللي بدأ فيه الموسم، والعكس صحيح. لو ودعنا البطولة لا سمح الله تأثيرها ما راح يكون سهل علينا، لكني متفائل. أما بخصوص الأهلي، أنا أتوقع أنها آخر نادي يتمنى هالسيناريو، لأنهم لو قدموها فراح يواجه الاتحاد والهلال والقادسية بأسبوع واحد بس وبطولتين مختلفة، ولا بعد القادسية خارج أرضه، يعني أسبوع مفصلي يحدد موسم الأهلي المحلي. عموما أعطونا رأيكم بالتقديم، ويفضل أنك تبرر، خلونا نتناقش وننور بعض بالمنشن.